ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حمد على قناه حياتك احلى هند حمد. حابه معاكم النهارده عصير بلح وموز باللبن باسهل واسهل طريقه. عايزه اقول لكم انا جربته وعجبني، فقلت لازم اعمل لكم الوصفه في القناه. ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم. عايزه اقول لكم عصير طعمه حلو جدا 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 وقيمته الغذائيه عاليه جدا جدا جدا. ركزوا معايا كده في المقادير ومش خطوه خطوه. هنحتاج 5 بلحات، بلح اسود، 2 موزه صغيرين، لبن خالي الدسم حوالي نص كوبايه، وهنكمل باقي ميه، معلقتين صغيرين عسل نحل او 2 ظرف سكر دايت، بس يفضل عسل النحل عشان القيمه الغذائيه العاليه اللي فيه. المقادير يا جماعه دي تعمل كوبايه متوسطه كده. مقادير قدامك، يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. فصصنا البلح وقشرناه، تمام، وقشرنا الموز زي ما انتم شايفين كده، وضفت معلقتين صغيرين عسل نحل. هضيف بقى ايه؟ اللبن والميه. حطيت نص كوبايه لبن كده زي ما انتم شايفين، يعني 3/4، يعني لا مش ربع كوبايه. هكمل الباقي ميه. كملت الباقي ميه حوالي بالظبط كده 3/4 كوبايه. هضيفهم بقى للخليط، هضيفهم للبلح والموز. ضفتهم، هضربهم في خلاط. ده شكله بعد التقديم. قدموه بألف هنا وشفا، ان شاء الله تجربوه يعجبكم. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا 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 وقيمته الغذائيه عاليه جدا جدا للكبار وللاطفال. العصير ده يا جماعه اتعمل وتشرب في ساعتها عشان الموز بيصد بسرعه. وزي ما قلت لكم هيبقى نص الكوبايه، ربع الكوبايه لبن، تمام، وربع الباقي ميه، يعني نص الكوبايه لبن على ميه. خلاص. وتعايروا في نفس الكوبايه اللي هتفرغوا فيها العصير. العصير هيجي على مقاس الكوبايه بالظبط. ان شاء الله تجربوا تعملوا العصير ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبك العصير لايك واشتراك في القناه، وياريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.